لازم نخلي بالنا ان احنا نستشير الطبيب بتاعنا قبل ما نبتدي نستخدم اي وصفة. يعني مثلا من الحاجات برضو اللي انا شفتها واللي خلتني بدأت ان انا افكر اني اشرح الاساليب دي وطرق العلاج على اساس علمي تقدر السادة المشاهدين ان هم يستفيدوا منه. في حاجة اسمها الخلطة الثلاثية، ودي خلطة علمية بتتكون من ان احنا بنستخدم الكورتيزون مع مادتين. المواد دي هدفها ان هي تفتح البشرة وان هي تديها نضارة، وفعلا الناس لما بتستخدم المادة دي بتفتح البشرة بتاعتها وتبتدي تديها النضارة بتاعتها وبتخلي بشرتها صافية وجميلة. لكن المشكلة ان في الناس اللي هي بتبتدي تستخدم التركيبة دي ان هي بعدها بتبتدي تتعرض لأشعة الشمس الضارة، او ان هي تقعد مثلا قصاد فرن او قصاد بوتاجاز لفترة طويلة، فبيحصل تفاعل. نتيجة التفاعل ده ان بشرتنا تبتدي ان هي تكون حساسة للمادة دي، فبدل ما هي تستخدم علشان تعالج البشرة بتاعتنا وتخليها صافية وجميلة، بتبتدي يحصل منها مشكلات وبيحصل منها بقع، وبتبتدي تلجأ للطبيب علشان يبتدي ان هو يعالجها. وللأسف بتجيلنا في حالة مزرية، بنحاول ان احنا نبذل ما نستطيع علشان نعالج المشكلة دي، وخصوصا ان التركيبة دي بتحتوي مادة من مواد الكورتيزون اللي هي بتسبب ان الجلد بتاعنا يبتدي يكون رقيق ويبتدي ان هو يضعف، وفي الغالب بيبقى صعب ان احنا نتعامل معاه بطريقة سليمة وكويسة ونقدر ان احنا نوصل للنتائج اللي احنا عايزينها.